لو راجل انسحب اوه، لو راجل انسحب اوه، لو راجل انسحب اوه، لو راجل انسحب. متابعينا الاعزاء، متابعي كيو لايف قناه القاهره 24 في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني جماهير الملكي النهارده بيستعدوا لترحال لمؤازره فريقهم. يعني النهارده قبل مباراه القمه 130 في الدوري المصري، طبعا كل ما يحاط حول القمه، رغم ذلك هم يعني ورا ناديهم في كل مكان، وبيوجهوا رساله للنادي الاهلي وبيقولوا له اوه، لو راجل انسحب اوه، لو راجل انسحب اوه، لو راجل انسحب. كلمنا كده النهارده انت حريص انك تروح تعزل. قول لي بقى كده، انت شايف المباراه النهارده ازاي؟ هل هيكون في ماتش فعلا ولا الاهلي؟ والله احنا كجماهير الزمالك احنا رايحين، لان نادينا نزل بيان ان هو رايح، احنا رايحين وراه. مالناش دعوه بقى بالخصم، جه ما جاش، احنا رايحين نادينا، هنشجع اللعيبه اللي نزلت في الملعب، هنشجعها وهنروح النادي وهنروح الاستاد وهنشوف ايه اللي هيحصل هناك. شايف ان يعني لو انسحب الوضع هيكون ازاي؟ الوضع اللي طبق القانون زي ما طبق على الزمالك، طبقت على الزمالك انسحب كذا مره، طبقت عليه بخصم 3 نقاط في الماتش، واخر السنه بتخصم 3 نقاط، يبقى انت طبق القانون زي ما بتطبق على الزمالك طبقه على الاهلي. طيب شايف عايزين نبطل المجاملات بس بقى شويه. شايف فرص الزمالك النهارده؟ يعني الزمالك مصر ان هو يحضر ويشارك والكلام ده كله، شايف ان الزمالك فرصه اكبر؟ ان شاء الله فرصه اكبر، لان احنا عندنا استعداد نحضر تحكيم مصر، هنلعب تحكيم اجنبي، هنلعب، ما عندناش اي مشكله في حاجه، وان شاء الله لو ماتش يجيب لك فريق ميت. طيب ناصر منسي مش موجود النهارده، ده عمل عندكم نوع من والله هي حاجه زعلتنا شويه، لان ناصر منسي ده اسطوره بالنسبه لنا، وطبعا تعبوا على الاهلي، فان شاء الله حاجه زعلتنا، بس ان شاء الله الموجود يسد يعني. مستقر مجلس اداره. الماتش اللي فات ده لما كنت متوقع مثلا، كنت متوقعين ان التعادل، رغم ان كله كان بيقول ان الزمالك هيشيل بمعنى اصح. الكل عارف ان اللعيبه اللي موجوده في الزمالك دلوقتي مش قد المستوى، بس يعني احنا بنلعب في الموجود وبتشجيع الجماهير وبنروح اللعيبه الموجوده بنقدر نسد قبال اي حد، وان شاء الله يعني اللي جاي افضل. لو الماتش اتلعب توقعاتك ان شاء الله 1-0 مين اللي هيكون صاحب عبد الله السعيد؟ انت يبقى عندك ان شاء الله تكون من السعداء النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. تعالى استرجل هتكسب. توقعك النهارده ايه الماتش؟ لو لعب الاهلي بحالته دي يخسر 2-0. الاهلي يخسر 2-0 بحالته دي، برغم انك قلت الاهلي بالانهزاميه دي بتاعت الاهلي. ما هو الاهلي عنده مشكله. الاهلي دلوقتي بيلعب قدامنا بانهزاميه، هو حاسس انه هيخسر. الخوف ده ملوش حل غير انك انت خايف انك تخسر، مش خايف انك تخسر. تعالى انت اقوى، انت سكواد اكبر، انت استقرار اكتر، انت فنيا افضل، انت مرتاح اكتر. محتاج مشكلتك فين؟ ملعب اللي بتحبه ملعب القاهره، هتلعب فين تاني؟ لو ما عرفتش تكسب النهارده تكسب امتى؟ انت يا اهلي هتكسب امتى؟ يعني نموت لك نص الفرقه عشان تكسب؟ العبك بمين؟ ما عنديش جناح شمال هلعبك بيه، هلعبك بجناح يمين بس، زيزو بس اللي هيلعب. اعمل لك ايه تاني؟ تميمة الحظ ناصر المنسي النهارده مش هيلعب. مش موجود. انا بقول لك انا بلعب من غير جناح كامل، انا الجناح الشمال كله مش هيلعب. لو لعب ممكن يلعب ناصر ماهر اللي هو لاعب نص ملعب، هحطه جناح شمال يمشي اي حاجه في الملعب. طب عايز اسالك الجفال الوحيد اللي حيلته اتصاب، شلبي ومستبع. اجيب لك مين يا اهلي يلعب؟ طب نجيب لك فرقه شباب تلعبك؟ اطلع لك فرقه 15 سنه تلعبك؟ نجيب لك مين؟ خلينا اسالك تتوقع نجيب لك مين بس؟ خلينا اسالك سؤال بس. الاهلي انت شايف ان مفيش حكم مصري قادر على اداره لقاء القمه؟ كل الحكام المصريه قادرين. ولو جينا نتكلم عن المجامله، اكتر فرقه بتتجامل في الدوري المصري وفي اي بطوله مصريه من الحكام المصريين هو الاهلي. صح الكل بيتجامل، بس عشان تبقى الطبخه حلوه كده. والكل بيتجامل عشان تبقى الطبخه شكلها ايه؟ شكلها شيك، لكن في الاخر هو الاهلي اكتر فرقه بتتجامل. من يوم ما اتولدنا وشفناه هو بيتجامل اكتر. واهم حاجه لازم اللائحه تطبق. اللائحه تطبق زي ما بيطبقوها على الزمالك. شايف ان النهارده يعني لو راجل انسحب احنا جايين لك الملعب ونفسنا نشوفك راجل. لو راجل انسحب احنا جايين لك الملعب ساعتين وتلاقينا في قلب الملعب. تتوقع ان اللائحه تطبق النهارده في حاله انسحاب
الاهلي وحضور طبعا بعد ما انا طلبت تاجل لي ماتش عشان بس ارتاح، ماتش مودرن وهلعبه تاني، وتقول لي لا دي بطوله ودي بطوله، وانا اجي العب واقول لك ماشي انا جاي لك ملعب القاهره لاعب الاهلي وهو ينسحب وما تطبقليش اللائحه، لا ده انا اقول لك بالعرض قدام الملعب. عارف اللائحه بتقول ايه؟ مش مروح. انت عارف اللائحه بتقول عارف اللائحه بتقول ايه، وعارف ان في 5 عقوبات على الاهلي يتحدد انسحاب. عارف استناها تطبق اذا انسحب. في خصم طيب. 3 نقط وخصم 3 نقط اخر الماتش، واخد ال3 نقط بتوعي وهستنى خصم ال3 نقط. اه وهفنش انا تاني الدوري مش مشكله. هفنش انا تاني الدوري انت مش تلعب. طيب شايف الماتش النهارده لو الاهلي حضر ولعب الماتش، شايف حظوظ مين اكثر في الفوز في المباراه دي؟ الحظوظ على الورق الاهلي يكسب. الملعب برجولتي انا اكسب. وده شفته في السوبر وشفته في الماتش اللي فات. دايما بينه وبين 22 بالورق الاهلي يكسب. بص هو كلامك متناقض شويه. ازاي؟ هو دايما الاهلي لما بيكون فايق الزمالك في المباراه بيبقى بيعمل حاجه تانية خالص. صحيح. يعني حتى في الماتش اللي عدى ده ما فيش حتى كل يعني الزملكاويه اكثر تفاؤلا كان بيقول لك على الاقل هنخسر 1-0 مثلا. صحيح. جه المباراه بالعكس الزمالك، يعني الناس بعد ما طلعتوا كنتوا بتقولوا احنا ليه ما كسبناش؟ هل ده يعني هيبقى نفس السيناريو النهارده ولا المباراه دي مختلفه؟ طيب حلو. انت بتتكلم على ماتش 1-1 اللي هو ماتش 22-2 صح كده؟ بالظبط. انا واحد من الناس كنت حاضر في الملعب الماتش ده. انا لما فرقتي الزمالك بالسكواد ده وتعمل عليك انت كاهلي سكواد 42 نقله في جون وانت بتتفرج عليا، انت قدامي شايفك 11 كرسي في الملعب مش 11 راجل. انت 11 كرسي في الملعب لما اعمل عليك 42 نقله. فرقتي كلها بتشارك في الجون من اول عواد لحد بنتايك اللي سجل هدف في 42 نقله دقيقتين و13 ثانيه، وانا ماسك الكره بلعبك رايح جاي يمين شمال يمين شمال شمال يمين. ده تتفرج انت بالنسبه لي شايفك 11 كرسي في الملعب. رغم انك قلت لي ان في استقرار في الاهلي واللعيبه وكل مجلس الاداره، بس ما انتش راجل. خايف تلعب. طيب خايف من المواجهه. الاهلي هيتمسك بقراره ولا انت عارف اللائحه لو النهارده الاهلي انسحب ايه اللائحه اللائحه هتطبق يا باشا زي ما طبقوها علينا السنه اللي فاتت، وكان برضه لنفس السبب ان الحاجه ان هم اتكلموا على احنا كنا بنطالب بحكام اجنبيين وتحكيم بمصري. اتطبق علينا ان احنا اتخصم مننا 3 بونت في الماتش، واخر السنه اتخصم مننا 3 بونت، يعني اتخصم مننا 6 بونت. فالمفروض اللائحه تطبق على الاهلي زي ما بتطبقوها علينا. طيب شايف انسحاب الاهلي النهارده في صالح الزمالك كمشجع للزمالك؟ اكيد في مصلحه الزمالك ان يخسر منه 6 بونت. شايف دي بتقربك تاني من المركز الثاني ومن المنافسه؟ خلينا نقرب من المنافسه طبعا. هل ده اللي هيحصل النهارده ده في صالح البيراميدز؟ اكيد طبعا في صالح بيراميدز. فرق عندنا ب 10 بونت وكده بيقرب من الفوز بالدوري. مش في صالح الاهلي خالص ان هو ينسحب النهارده، لان هو اللي بينافس على الدوري على الزمالك، يعني هو المفروض يلعب الماتش النهارده. بس المجمل في الموضوع انسحابك خوف. انسحابك مش اعتراض، انسحابك خوف واضح. طب خليني اسال حضرتك، طب ما هيقول لك برضه ما هو الزمالك انتوا عملتوا كده وقلتوا عايزين حكام وقلتوا، وهم قالوا على الزمالك برضه ان هو خايف. يعني بنفس المنطق المباراه اللي قبليها او اللي قبليها اللي هو انسحب اخر ماتش انسحب فيه الزمالك. الماتش انسحب فيه الزمالك كان في الدوري الموسم اللي فات. قالوا كده ما كانش له اي رقم تحكيم خالص. الموضوع ساعتها وضح مجلس الاداره. طيب طب كده الجمهور بيقول كل اللي بيحصل ده في صالح بيراميدز كده ياخد الدوري. بيراميدز بالنسبه لي مش منافس. مش منافس؟ لا ده راجل ده نادي كبير ونادي بينافس. ما هوش منافس. بالنسبه لي كزمالك ما هوش منافس. بس ولا حاجه حلوه. وبالنسبه للاهلي ما هوش منافس. انا منافسي الاهلي وانا منافس الاهلي. مفيش منافس ثالث في الموضوع. انا المنافس للاهلي. بس انت من مصلحتك انك ترجع تركب الدوري تاني علشان على الاقل انت كجمهور الزمالك انت عندك نفسك تروح كاس عالم، فلازم تشارك في دوري ابطال. يبقى من مصلحتك ان الاهلي يبقى مش موجود. لا مصلحتك ان الاهلي ما يجيش النهارده. طبعا النهارده، لكن اقصد الاهلي موجود في المنافسه. ما انا الاهلي مش موجود في المنافسه انا هوصل ازاي كاس عالم؟
انا مصلحتي النهارده صح ان الاهلي ما يجيش، لكن انا عن نفسي انا كزملكاوي اتمناه يجي ويلعب ويوريني رجولته في الملعب. طيب الكواليس اللي بتحصل دي وكل حاجه اللي بتحصل حوالينا دي، مين المستفاد مثلا؟ او مين النادي اللي هنقول هو الورقه الرابحه في الاهلي؟ مفيش حد مستفاد، دي كلها سمعه وحشه ضد الرياضه في مصر. مين المستفاد ان الاهلي يتسحب من ماتش القمه؟ مين اللي هيبقى مستفاد؟ بيخلي شغلنا وحش قدام الرياضه يعني. طب ما هيقول لك برضه، طب ما بنفس المنطق الزمالك انسحب قبل كده. لا مفيش مستفيد من الموضوع. الزمالك كل خسران في الموضوع. الزمالك كان بينسحب عشان مطالب اللي انت نفس المطالب اللي انت بتطلبها. اتحاد الكوره خسران، الاهلي خسران، الزمالك خسران، الرابطه خسران، رابطه الانديه خسران، كل خسران في موقف مخزي ومؤسف زي ده. مخزي ومؤسف لما يكون نادي بيقول ان هو اكبر نادي في افريقيا، نادي القرن زي ما بيقول، وخايف يجي من مواجهه بحجه حكم. المشكله انها بحجه حكم. المشكله انها بحجه حكم. دي المصيبه الكبيره. طب تفتكر ممكن الاهلي يعمل المفاجاه ويكون عامل ده كده كمين ويحضر الماتش النهارده؟ مش اداره الخطيب، اداره سبيستون. هي في مجلس اداره، في بيان مجلس اداره سبيستون كده على طول. يبقى دي برامج اطفال. مش اداره الاهلي، اداره رامز جلال. بس هو مقلب بقى. بس هو هيروح. هو ما قالش انا هنسحب. ما هو مجرد دلوقتي هو الاخبار بتقول ان في بيانه. ما هو قال في لو ما فيش حكم اجنبي جاي الاهلي هدد في بيانه بالانسحاب من بطوله الدوري في حال ما تنفذتش طلبات اللي هي ايه؟ اللي هي تاجيل مباراه القمه 130 والاستعانه بطاقم حكام اجنبي. الله ينور عليك. الوقت الاتحاد رفض الكلام ده والرابطه نزلت المباراه في موعدها، واحنا كزملكاويه رايحين الملعب وانت مش جاي. هل انت يا خطيب قد تهديدك تقدر تنفذه؟ هل انت احنا رايحين يا خطيب الملعب، احنا رايحين يا اداره الاهلي الملعب، احنا رايحين يا اتحاد الكره للملعب، احنا رايحين يا رابطه الانديه للملعب. هل انت يا خطيب عندك الجرأه انك تنفذ تهديدك؟ احنا جايين وهنشوف. طب كده الاهلي حط الرابطه في ورطه وحط اتحاد الكوره في ورطه. لا ما حدش حط في ورطه. الاهلي ما هوش هو منظم المسابقه، الاهلي فريق مشارك في المسابقه والمفروض يمشي طبقا للوائح وتنظيم المسابقه. مش هو اللي يحط اللائحه بمزاجه، مش هو اللي يشرط على اتحاد الكره تجيب منه كمان ان الماتش ده ماتش الزمالك. مش هو اللي هينظم المسابقه لرابطه الانديه. مش هو اللي يعمل القرعه، ده مش شغله. ده مش شغله. انت نادي زيك زي اي نادي بيشارك في المسابقه. صحيح. مهما كان حجمك ومهما كان حجم جمهورك. يعني انا النهارده لو فرقتي تنسحب اجيب اللوم على الاتحاد والرابطه؟ لا، انا هاجم فرقتي، هاجم نادي انا اللي ينسحب، ما هاجمش الرابطه والاتحاد. عايز اسالك سؤال اخير، الاهلي خايف من الزمالك ولا لا؟ بكل وضوح. انت شايف؟ بكل وضوح انا ما اقدرش اجاوب. لا طبعا هو الاهلي مش هيخاف. انت صريح. هو الاهلي مش هيخاف من الزمالك. هو الاهلي خاف من الزمالك لو الزمالك بيعض عشان يخاف منه، مش هيخاف منه اكيد. انا نقصد ان احنا ان الاهلي خايف النهارده يتورط والدوري يروح منه. الاهلي الزمالك يعمل عليه ماتش زي الماتش اللي فات او زي ماتش السوبر او ما هو كده يبقى خايف اهو. ما هو في خوف عن خوف يفرق. طبعا. في خوف انك ما تواجهنيش نهائي، وفي خوف انك تكون عندك حاله انهزاميه شويه فتنزل قدام الملعب تكون مهزوز، تكون متحفظ، تكون مش عايز تهاجم، تكون عايز تقفل خطوط اللعب، تكون عايز تستهلك منك الوضع وقت اطول. فده خوف عن خوف يفرق. خوف انك تواجهني ده موضوع، وخوف انك تنسحب ده موضوع ثاني خالص. ده ما بقتش كوره. طيب لو الاهلي عملها النهارده مفاجاه وحضر مش هيجي. ايه اللي مخليك واثق انهم مش جاي؟ اللي مخليني واثق انهم مش جاي اللي عندهم. ما هو دلوقتي في حاجه، هو بيقول استخدام حكام اجانب، صح؟ ما هو احنا يعني في معلومه متسربه انه يبقى في حكم ليبي، والحكم الليبي ده يعتبر حكم اجنبي، صح؟ افرض هو كده وحضر الماتش، شايف الماتش ممكن يمشي ازاي؟ الماتش هيمشي ازاي؟ الماتش هيمشي ماتش طبيعي جدا. يكون في لو حصل شويه احتكاكات من هنا ولا من هنا، تحفظ على القرارات من ده او تحفظ على القرارات من ده، وهتمشي زي ما بيحصل مع اي حكم. وحتى لو حكم مصري الموضوع مش هيكون فيه الفرق الشاسع يعني. مش هيكون فيه فرق شاسع ولا حاجه. شايف مين التشكيل؟ الاهلي مبالغ في حته انه مش مستفيد من التحكيم. الاهلي مبالغ في موضوع انه بينضر من التحكيم. انت تعادلت 5 ماتشات في الدوري والحكام اللي شالوك. قلت لي الكلام ده لمين؟ طيب
في ناس بتقول ان كل الانديه الثلاث انديه اللي في القمه حاليا اهلي وزمالك وبيراميدز استفادوا من التحكيم في الدور الاول وحتى الان. ايه رايك في الكلام ده؟ كل الفرق بلا استثناء اثرت بالتحكيم سواء بالسلب او بالايجاب. كل الفرق عموما اخطاء التحكيم وارده على الكل. لكن لو في قصد للتاثير على فرقه معينه بالسلب عن طريق التحكيم، واضح جدا من هي الفرقه اللي تاثرت بالتحكيم بشكل مباشر بالسلب. مش هقول انه ما استفادش او استفاد بس مش زيك. يعني انا استفدت يا اهلي بس مش زيك ابدا. انا ما استفدتش ب 10 نقط ولا ب 12 نقطه، لا انا خسرت 13 نقطه بسبب التحكيم. وتعالى نعدهم لك بالورقه ولا ما تحسبش. توقعاتك للماتش النهارده لو اتلعب مين لو اتلعب بالحاله دي الاهلي يخسر 2-0 بالحاله اللي هو فيها دي. مين يجيب الاهداف؟ اي صح نظر نسجل اهداف. انا اتوقع نسجل اهداف في الزمالك ممكن باك زي محمود بن فايد او زيزو. عندي عبد الله السعيد ممكن يسجل، سيف الجزيره ممكن يسجل. في ناس كتير ممكن تسجل. عمر جابر ممكن يسجل برضه من الباك. في ناس كتير ممكن تسجل. بس اتوقع ان الباكات افضل في التفكير. الباكات ليه؟ لان الاهلي بيلعب بنقاط من الملعب والزمالك بيلعب على الاطراف، فبالتالي المساحه بتكون قدام باكات افضل. تعالى توقعاتك للماتش ايه؟ توقعاتك بس. توقعاتك للماتش لو اتلعب النهارده. لو اتلعب 2-0 للزمالك او 2-1. مين اللي ممكن يحرز الاهداف؟ بنتايج وعبد الله السعيد. بنتايج وعبد الله السعيد. تفتكر الماتش هيتلعب؟ توقعاتك انت كمشاهد. ايوه، وده خدعه من الاهلي. حاسس ان هي خدعه من الاهلي. بالتوفيق ان شاء الله، وتروحوا وتيجوا بالسلامه ان شاء الله. متابعينا الاعزاء، متابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، كنا مع حضراتكم يعني من ترحال جماهير الزمالك بكفر الشيخ اللي بيقولوا احنا ورا فرقتنا مهما يكون بقى اتاجل ما تاجلش احنا رايحين الملعب، زي ما النادي بتاعهم اصدر بيان ان هم اللعيبه هتروح الماتش. بيطالبوا طبعا لو الماتش ما اتلعبش بتطبيق اللائحه كما طبقت على ناديهم من قبل. متابعينا الاعزاء، متابعي ملعب القاهره 24 في كل مكان، شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله.